السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة الأخوات لاس هرماناس. اليوم جبت لكم وصفة إسبانية واللي هي كروكيتاس دي سالمون. جبنان وأكيد الدراري راح يحبوهم بزاف. راح نبدأ بالمقادير على بركة الله. راح نحتاج صفار، حبة بيض، ملح، فلفل كحل، جوز الطيب، كلش على حساب الذوق. نحتاج تاني جبن بذوق السلمون، ومن تاني هنا عندي سلمون طايب ومفتت، ونحتاج فارينة وزيت زيتون وحليب. في كسرونة ندير زيت زيتون يسخن، ندير واحد زوج مغارف تاع زيت زيتون، نضيف له هنايا 3 مغارف تاع فارينة، ونحركهم مليح حتى نطيب شوية هذيك الفارينة. كما تشاهدوا معايا هنايا، ما حبيتش نقطع الفيديو باش تشوفوا باللي بهذه الطريقة تخرج لكم لا بيشاميل ناجحة 100%. هنايا راني نحرك في الفارينة باش نطيبها شوية، وبعد مرور واحد 5 دقائق هكذاك نبدا نضيف في الحليب شوية بشوية حتى نكمل هذيك الكمية اللي عندي. والحليب هنايا عندي 350 مليلتر. نبقى نضيف في الحليب ونحرك شويه بشويه بشويه حتى نكمل الحليب وتولي لي ان بيشاميل وجده مليحه. طبيعه الحال ما نحبسوش من التحريك، سينو الفرينه تهبط لنا لتحت وتتحرق كامل. وهنا بعد ما تحلت كامل هذيك الفرينه مليح، نضيف معايا هذوك باقي المكونات، الفلفل الكحل، الملح، جوز الطيب، ونحركهم مليح. هنا بعد ما شفت بلي راهي بدات تثقل، طفيت النار باش نقدر نزيد صفر البيضاء وباقي المكونات. هنا انا اخترت الجبن الطري بذوق السلمون. نتوما كيما تحبوا تقدروا ديروا ناتوريل ولا اي نوع واحد اخر من الفرomاج. ونضيف هنايا السلمون بعد ما طيبناه شويه ونقيناه من الشوك وفتتناه مليح. اليوم انا اخترت كروكيتاس بالسلمون، تقدروا ديروا بالدجاج، باي نوع واحد اخر من الحوت، كل واحد وكيفاش يحب. هنا في سنيوة نحطها باش تبرد وتجمد لي شويه، نحلها مليح كما تشوفوا، ومن بعد نغلفها بفيم اليمونتير ونخليها تبرد، باسكو قد ما تبرد نقدر من بعد نخدمها. من جهة أخرى نحتاج الفارينة، حبة بيض مضربة ولا شابلوغ ولا الخبز اليابس مرحي. بعد ما بردت وشدت روحها مليحة هنايا بمساعدة زوج مغارف هنايا، راح نبداو نشكلوها على شكل صبيعات، نحطوها في الفارينة، نرمدوها مليح ونجوزها في البيض ومن بعد في لاشابلوغ، ونسيو نشكلو الشكل تاعها مليح من الاول هكذا باش من بعد ما تعتبناش.
وبعد ما كملنا كامل الكميه اللي عندنا نديرو الزيت يسخن ونبداو نقلوهم هكذا، ما نقووش النار باش طيب لنا مليح من الداخل. وهذا هو الشكل النهائي الكروكيطاس تاع السلمون ديالنا نهار اليوم. نقدموهم في طبق مع الليمون، وبالصحه والراحه والهنا والشفاء.